الاهلي قدر يفوز على الجونة بهدف، بس الفوز ما كانش فوز فقط ولا 3 نقاط فقط. الفوز كان فيه رسائل. الرسالة الاولى ان الاهلي بيكسب وبس، وده اللي هنتكلم عليها النهاردة. الرسالة التانية كانت من يوسف بالعمري للجماهير، اللي قال لهم ان ياس ترب مش شواف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، واهلا وسهلا بكم في قناة المدرج الاهلاوي، وحلقة جديدة مع وائل الامام. الاهلي قدر يكسب بالجونه، بس المكسب ما كانش مكسب عادي. يعني نقدر نقول انه مكسب كان مهم جدا. ولو قلنا ان كل النقاط اللي بيلعبها الاهلي في الوقت الحالي هي نقاط في منتهى الاهميه علشان تعدي ال5 مباريات، عديت واحده منهم، فاضل لك 4 قبل التوقف الدوري. فمهم جدا ان انت تكسب المباريات دي بمنتهى القوه. ليه؟ لان المباريات دي هتبقى بنسبه كبيره جدا في حاله فوزك فيها وتعثر الخصوم المؤكد، لانهم هيواجهوا مواجهات مباشره مع بعض، ان انت تركب الدوري وتبقى في المركز الاول. فالفوز مهم، بس مع الفوز احنا محتاجين برضو شكل. هتقول لي مش مهم يا عم، هو عايزين 3 نقاط ما تقرفناش. هقول لك يا سيدي والله بالراحه بس. ما هو ال3 نقاط اللي بيجوا دلوقتي بسبب الشكل اللي انت شايفه ده مش هيجوا لك بعد كده. فانت لازم تحسن من ادائك. ما هو مش كل مره تسلم الجره، مش كل مره ديانجا هيطلع لك واحده من على الخط، مش كل مره هيشيل لك شوبير ولا الشناوي واحده، مش كل مره هتطلع ب1-0 بس. فلازم تبقى فاهم ان شكل الاهلي لازم يتغير، لان هو ده الشكل الثابت اللي بدأ الفريق نحفظه ونحفظ طريقة اللعب الفريق من بعد كأس الأمم الأفريقية بالذات. الشكل ده هيخلينا نقول ان احنا محتاجين شغل كبير، محتاجين شغل كبير على المستوى الفني، على مستوى اختيارات اللاعبين اللي عندنا عليها كلام كتير النهارده، على مستوى التغييرات اللي بتقلص وبتقلل قوة الفريق ودايما بتتجه في اخر المباراة الى التغييرات الدفاعية. الكلام ده لازم يسترو بيفكر فيه وبشكل كبير جدا، لان هو ما عندوش فرصة كبيرة في خلال الفترة اللي جاية. كل الفرص اللي جاية غير قابلة لانك تخسرها. فرص معناها مكسب، فرص اللي جاية خسارتها معناها خسارة بطولة، اذا كانت في كاس دوري ابطال افريقيا او في الدوري. اي نقطة بتفرط فيها بتقولك باي باي، لان انت عمال تقرب من النهاية، وعشان تقرب من النهاية وعشان تكسب في النهاية لازم تبقى بتنهي النهاية بكل قوة. ده النقطة الأولانية. التصريحات بتاعت يوسف سورب بعد المدير الفني للنادي الأهلي بعد المباراة تخليك تعرف إن الراجل برضو عنده شوية بعض الحاجات. يعني الراجل اللي كان بيتكلم امبارح في حتة ان انا مش شايف ان الفريق بتاع الجونة عمل اي خطورة على النادي الاهلي، وده طبعا كان تصريح صادم وضاحك جدا ليا. فكرة ان انت تتكلم على ان مفيش فرص ده كلام مش حقيقي. الجونة ليها اكتر من 3 فرص، منهم فرصتين محققتين كانوا يقدروا يسجلوا فيها. زي ما انت صنعت تقريبا عدد الفرص بتاعتك كان نفس عدد فرص الجونة، رغم ان انت كنت ممتلك الكرة، وده شيء طبيعي في كل مباريات الاهلي في الفترة الاخيرة. ولكن فكره ان انت تقول انهم ما صنعوش فرص، انا دي مخلياني قلقان. يعني ازاي ما صنعوش فرص؟ احنا كلنا شفنا الفرص احنا شفنا ديانجو بيطلع كوره من على الخط بعد ما الشناوي اتثبت. شفنا واحده الراجل الشناوي طلع عليه كانت انفراد، لولا الواد اختار انه يقع كان ممكن يحط رول. شفنا واحده تانية بالعرض كانت جون مليون في المية. فانت ازاي بتتكلم على ان مفيش فرص؟ النقطه التانية ان امام عاشور اكد لكل الناس انه عنصر مهم جدا في تشكيلة النادي الاهلي، لان غيابه بيفرق كتير ووجوده كمان بيفرق كتير. امام عاشور مؤثر جدا جدا. ربنا يهديك يا امام، ربنا يهديك بمعنى الكلمة، لانك يا امام انت مش عارف حجم قوتك قد ايه. امام عاشور لازم يفهم ويعرف ان هو فاضل له 2-3 على ال30. يعني يا امام انت قربت تشطب، يعني يا امام انت قربت تنهي مشوارك. فانهيه بقوه يا اخي، انهيه بشكل جبار. على فكره كل الكلام اللي طالع ان امام عاوز يجدد للنادي الاهلي، ولكن انا مش هاخد بالكلام، انا هاخد بالفعل. عاوز تجدد يبقى لازم اشوف فعل. فامام لازم يديني اماره انه عاوز يجدد. تجديدة امام عاشور للنادي الاهلي هتبقى مفتاح مهم جدا ليه هو شخصيا، ان انت تتاكد انه كل اللي بيعمله ده ممكن يبقى فيه نوع من انواع الهدوء الفتره الجايه، وكمان اللاعب مستواه او عقده كمستوى هيرتفع.
والفلوس اللي بياخدها هتبقى اعلى، والحته اللي هي مزعلاه هتنتهي، وحاجات كتير جدا خاصه نفسيا مع الجمهور اللي بدأ يقفل منه. خدوا بالكم في جماهير كتير قافله من امام عاشور، رغم بعد اللي حصل واعتذاراته امبارح بعد امام ما جاب الجول العالمي اللي عملها له بن شرقي، وحط هيد في حته قاتله في سقف الشبكه في سقف العارضه. جري اول حاجه عملها راح على الجمهور على طول، وبعدين راح لوليد صلاح الدين وكانه بيدي رساله للجميع. مفهوم الرساله، بس المهم ما بعد الرساله يا امام عاشور. وان انت لازم تبقى فاهم ان جمهور النادي الاهلي بيقفل. جمهور الاهلي دي طبيعه خاصه، الناس كلها عماله تفهمها لك، محدش هيقبل اي حاجه كده ولا كده. شكل النادي وسمعه النادي تهمنا قبل اي لاعب. كل اللعيبه بتعدي علينا وتمشي والبطولات شغاله يا ريس. فانت فكك من الحوارات وركز، لان حتى الناس عندها قابليه انها تعملك حاجه كبيره. فحب نفسك يا اخي، حتى لو مش عاوز تحب حد حب نفسك، وحب النادي الاهلي بشكل افضل من كده هو وجمهوره. صدقني هتاخد حب عمرك ما هتشوفه في حياتك. النقطه التانية هنروح طبعا لبالعمري. بالعمري ادى رساله عظيمه، رساله فيها شقين: رساله خوف عندنا، ورساله اداء قوي وايجابيه بشكل رهيب. رساله الخوف اللي انا شايفها، هو الراجل ده كان قاعد ليه؟ نهار اسود، يعني ايه اللي مقعده؟ ده الفرق كبير، الفرق شاسع، الفرق مش حبه ولا حبتين، ده فرق قد كده يا جماعه. الفرق بين بالعمري وكل اللعيبه اللي حواليه في نفس مركزه فرق لا يمكن ان انت ما تشوفوش لو انت عندك قدر بسيط من الرؤيه الفنيه. ليه يسترب؟ ازاي يا يسترب؟ ازاي الراجل ده كنت مقعده وكنت كمان بتتهكم على الصحفيين ان انتوا شايفين ان كوكا بالعمري بيأدي احسن من كوكا؟ طيب احنا عندنا 30 مدير فني. هو قال كده، كان بيتهكم من المؤتمر الصحفي اللي فات. فازاي فكره ان انت مش شايف قوه اللاعب والفرق الرهيب ده؟ الراجل امبارح يا جماعه لعب 90 دقيقه، 90 دقيقه كامله متكامله. النقطه الكارثيه بالنسبه لي في موضوع بالعمري ده، الولد على المستوى الهجومي والدفاعي رهيب. راجل قاطع كور بالعبيط، اقعد يا اسطى عد زي ما انت عاوز، وكل تدخلاته الهجوميه مؤثره. ده عامل واحده لمروان عثمان على طول اول ما تفتكرها كده تروح ايه فاكر علي معلول. اول ما تشوفها كده علي معلول، كرة من بعيد عاملها على الارض لفه عامله سويرف عالي جدا عشان تروح بالمقاس لمروان عثمان اللي ضيع كرة سهله جدا، وكان هيدخل بالعمري قلوب الاهلاويه ويعشش من اول ماتش. يعني خدوا بالكم برضو المهاجم عليه عامل مهم جدا عشان انت تشوف تألق الناس اللي حواليه، ودي نقطة اللي هنجيلها بعد كده. فيوسف بالعمري بيدي رسالة في منتهى القوة ومنتهى الإيجابية لجمهور النادي الأهلي، إن أخيرا يا جماعة بقى عندنا باك شمال. أخيرا بعد علي معلول جالنا باك شمال. أخيرا اخترنا اختيار مظبوط في لاعب كبير جدا يقدر يقدم لنا شكل محترم جدا في مركز الباك الشمال او الباك اليسار العصري، اللي بيقدر يهاجم ويقدر يدافع، اللي هو عادي يعني اللي هو بنشوفه في كل العالم يعني، اللي هي الحاجة الطبيعية يعني، اللي هي الحاجة مش غريبة يعني. بس قدرنا نشوفها الحمد لله، الحمد لله شفناها. عقبال ما نشوف كمان الناحيه اليمين، وعقبال ما نشوف في الراس الحربه، لان وسام ابو علي لما جه في الراس الحربه اداك الرساله دي برضو، وللاسف ما لحقناش نتهنى بوسام ومشي. فدلوقتي احنا عندنا حاجه كده شبه الراس الحربه، يعني هم بيقولوا عليه راس حربه اللي هو كاموش، انا ما اعرفش ده ايه ظروفه. ده حاجه صعبه جدا. الراجل ما عندوش امكانيه على الضغط على الدفاع، يعني ما بيضغطش على المدافعين. الراجل تحركاته بطيئه جدا. الراجل بيجي له كور سهله، امبارح جاي له واحده بالهيد وفي ال6 يارده يا جماعه بيحطها بالراحه قوي وبضعف كانه يعني قاعد بيلعب في دوره رمضانيه. الراجل حتى الان لم يثبت حضور، ومش فاهم ازاي تم اختيار مهاجم بالضعف والشكل ده عشان يبقى مهاجم النادي الاهلي. وكل ماتش بيثبت كده. مروان عثمان رغم ان هو مش فتاك في التهديف، ولكن بيقدر يتحرك، بيعمل لك حيويه، بيروح يمين وشمال. انا عاوز اقولك ان كاموش محمد شريف افضل منه. يا جماعه محمد شريف افضل من كاموش،
وقعدة محمد شريف لكاموش دلوقتي كارثه بالنسبه لي، لان محمد شريف مش هينزل يعمل لك حاجه، ما هو خيال برضه، بس افضل من كاموش. ده كاموش يا جماعه شكل كده منظر بس. ده في لقطه في التمرين قبل المباراه، الراجل بيحط الكرة بمنتهى الضياع، مفيش امكانيات تحت الصفر. فالوضع ايه بتاع كاموش معرفش، هل ممكن يطلع قماش؟ هل ممكن حد يديله جرعة زيت مثلا في بطنه كده ولا حاجة يمكن يفوق؟ معرفش يعني. بس الراجل وضعه صعب جدا ووضعه مأساوي جدا. صياح امبارح من الزملكاويه على ضربه الجزاء بتاعه الشناوي اللي هم اخترعوها لغايه دلوقتي مش مبطل، وعمالين ماسكين في امين عمر، امين عمر، امين عمر، عايزين ياكلوا امين عمر. طب يا ابني امين عمر عمل لك ايه؟ انت قصتك امين عمر ولا قصتك ايه؟ هو طبعا عاوز يمثل، والضحك انهم مثلوا في مباراتهم اللي خرجوا منها من الكاس قدام سيراميكا، وبيمثلوا بعد مباراه الاهلي انهم مقهورين. فلازم تطلع لك الشماعه الزملكاويه إذ فجأة في أي شكل وفي أي منطق قبل نهاية الموسم، عشان يبرر الفشل اللي بيفشله بقاله أكتر من 100 سنة وهو قاعد منافس للأهلي. بقالهم 100 سنة، آخر الموسم لازم يعملوا الفيلم الهندي ده. لو الفيلم ده ما طلعش أنا ما استمرش، ما اعرفش آكل عيش، ما اعرفش أبقى منافس. لازم أنا مقهور، أنا مظلوم، انا اللي بيتحط عليا، انا بيتعمل معايا كل الموبقات. انا كان ليا ضربه جزاء في الكاس اونطه طبعا كله هلس، واتحسب عليا حاجه هلس، والاهلي بيتحسب له حاجه اي كلام. هو ده اللي الزملكاوي عايش فيه. فخليك عايش كده يا نجم، مبروك عليك. بيراميدز هو اللي بينافسني دلوقتي، استمر لغايه ما يبقى بيراميدز وسيراميكا وانت بره الصوره تماما. اخيرا الزمالك السيراميكا وبيراميدز هيلعبوا ان شاء الله. تكون بتشوف الفيديو ده وتكون حاجه حاصله من الاتنين، يا تعادل يا فوز لسيراميكا. اي حاجه تانية هتبقى مش وحشه للاهلي برضو، لان هتوقع سيراميكا، بس انا كده كده متاكد ان سيراميكا واقع. انما واقع بيراميدز اكيد هتكون افضل، ويبقى عملت اول حاجه في الخمس مباريات. ادي اول خصم وقع من المنافسين بتوعك، هيبقى فاضل لقاء بيراميدز والزمالك، غير المباريات الصعبه اللي هم عندهم مع الفرق التانية هي هم وسيراميكا برضو. وبكده تبقى لو كملت الخمس مباريات بتوعك بعد المباراة الأولى فاضل لك 4 ب 12 نقطة. ال 12 نقطة لو خدتهم هتروح المعسكر الدولي والنادي الأهلي في المركز الأول. وساعتها وقتها هيكون الأهلي لما بيركب ما بيعرفش ينزل يا حبيبي. لايك ضروري، لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة إذا عجبتك الحلقة، عشان الحلقة تقدر تنتشر وتوصل بسرعة. بشكركم جدا على وجودكم معانا، وإن شاء الله دايما نتقابل على خير. سلام.